بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أحسن حال. استكمالا لنواعم العيد هنعمل أروع بتيفور ممكن تاكلوه بكل تكاته، وإزاي تطلعي البتيفور مظبوط بالملي، وإزاي تشكليه وإزاي تسويه وإزاي تزينيه بأبسط الطرق. حتى اللي ما يعرفش يزين بطريقتنا النهاردة هتزيني من غير أي خبرة نهائي. وبالتكات البسيطة اللي هنقولها في الفيديو هتلاقي نفسك عملتي بتيفور هتنافسي بيه أحلى محل حلواني. بس تابعي الفيديو للآخر ومشي على نفس الخطوات عشان يطلع معاكي بتيفور ناجح 100%. لو كنتم أول مرة تزوروني فأنا غدا خطاب ودي قناتي. ننزل على طول نعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك كل جديد من قناتي. أهلا بيكم يا حبايبي، ونسمي الله كده ونبدأ الوصفة. انا هنا جبت عندي 750 جرام من الزبدة طبعا اي نوع انت تحبيه، سواء زبدة فرن او نيوزيلندي او جنة، او تخلطي جنة على نيوزيلندي او فرن على جنة، اي نوع انت عايزاه. وهننزل بكوباية من السمن، اي سمن عندك سواء سمن بقري او جاموسي او اي سمن نباتي عندك. وهننزل عليهم بكوباية وربع من السكر البودرة. السكر البودرة ده انت اللي تكوني طحناه عشان تبقي ضامنة انه سكر صافي من عندك، تمام، مش مخلوط أي حاجة تانية من بره. وهننزل بقى واحدة واحدة كده بالمضرب نفك الزبدة بتاعتي واحدة واحدة كده، وعشان السكر كمان ما يطيرش في وشي. لازم الخطوة دي يا جماعة نبدأها كده بالراحة، لأن السكر البودرة بيبقى ناعم جدا، ولازم نخرطه بالزبدة بالراحة عشان ما يطيرش في الهواء. الخطوة دي مهمة يا بنات، دمج الزبدة بالسكر لحد ما يصبح لونه كريمي كده زي ما احنا شايفين، والقوام بتاعه يتقل جدا وتحسي ان هما الاتنين بقوا قوام واحد. نفضل نضرب كده شوية من الوقت لحد ما نتأكد خلاص ان السكر اختلط جدا بالزبدة بتاعتنا. وبعد كده هننزل بتلاتة صفار بيضة، تلاتة صفار بيضة بس. وبعد كده هننزل عليهم ببيضة كاملة، يعني المجموعة عندنا 4 بيضات، 3 صفار وواحدة بيضة كاملة. وننزل عليهم بنص معلقة فانيليا. نيجي بقى للجزء الخاص بالدقيق، هنستخدم معانا كيلو وربع من الدقيق. الدقيق اللي عندك متاح لك اختيارين، يا اما دقيق كحك وبسكوت يا اما دقيق متعدد الاستخدامات. زي الدقيق اللي معانا ده انا استخدمت دقيق كحك وبسكوت لان ده الدقيق الموجود عندي متبقي من عمايل الكحك والبسكوت. وفي المرحلة دي أنا بسلك خلاص المضرب بتاعي، كده مهمته انتهت عشان أخلط بقى الخليط اللي معايا ده بإيدي. هبدأ بس أقلب كده لغاية الدقيق بتاعي ما يختفي نهائي، وبكده العجينة بتاعتي تبقى جاهزة كده للتشكيل. عجينة البوتيفور يا بنات بتبقى ملزقة كده وطرية عشان تعرفي تشكليها. اكون بقى مجهزه معايا كيس حلواني زي اللي انتوا شايفينه ده. الكيس ده متوفر جدا يا بنات في جميع محلات مستلزمات الحلواني. وكون محضره كمان القمعين دولت، قمع واسع وقمع كبير، اي واحد فيهم يشتغل عادي، سواء ده او ده، المفتوح او المقفول، اللي انت بيريحك في الاستعمال استخدميه. واجيب بقى بوله زي ديت واحط فيها الكيس زي ما انتوا شايفين كده، واكون طبعا مجهزه جواه البلبله وقطع البوز من قدام، وانزل بيه بحته عجين صغيره. ما تزوديش في العجين جوه الكيس لان الكيس ده مهما كان برضو هو كيس نايلون فبيبقى ضعيف، فتبقي محضرة جنب منك كيس او 2 زيادة احتياطي لربما وانت شغالة كده الكيس يتخرم منك او يتقطع، فانت تبقى جاهزة وما تزعليش وما تتضايقيش ان انت شغلك هيقف فتكملي عادي. ونحضر بقى صينية مدهونة خفيف جدا جدا، وبعد كده ننزل بقى نعمل روزيتات كده زي ما احنا شايفين، او وردات او وردة كبيرة شوية، او تضغطي على البلبلة بتاعة الكيس شوية لحد ما تفرد معاكي الوردة زي ما انت عايزة. دي بقى تبع ذوقك وتبع رغبتك، شوفي انت عايزة الشكل اللي انت عايزاه تعمليه ازاي. القمع معاكي هيستجيب معاكي جدا، وهتنزل العجينة سهلة وطرية ومش هتحتاج معاكي اي مجهود. وانتي نفسك هتلاقي العجينة بتستجيب معاكي وبتنزل من القمع بكل سهولة، وانتي حتى مستمتعة بالتشكيل. هتلاقي فعلا طريقة البيتيفور ديت سهلة وبسيطة جدا، وهتلاقي العجينة بتنزل معاكي وبتتشكل بطريقة جدا هايلة جدا، وانتي نفسك هتنبهري من النتيجة اللي طالعة معاكي. وبعد كده هنشكل الشكل التاني ده زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده، وهتطلع معاكي حلوة جدا وانتي بتلزقيها.
واي شكل انت بتشكليه سواء ده او المدور او الوردات هيطلع معاكي في التشكيل، وساعة ما بنلزقه بقى بالشوكولاتة هيطلع معاكي فعلا حاجة كده انت مش متخيلها. وهندخل بقى الفرن على درجة حرارة وسط على الرف الاوسط، لازم الحرارة تكون وسط يا بنات او اقل من الهادية. لو حاسة ان فرنك عالي شوية يبقى تعملي حرارة على اقل من الهادية. وهنحط برضو جزء في مكنة البيتي فور زي ما احنا شايفين كده. انا هعمل الشكلين، شكل القمع وشكل مكنة البيتي فور. اشكالها جميلة جدا ومختلفة جدا ومتنوعة وسهلة كمان وبسيطة، واستعمالها في منتهى الجمال، وهتطلع معاكي اكتر من شكل. زي ما احنا شايفين كده انا عملت النجوم وعملت القلوب وعملت كمان اكتر من شكل هنشوفه مع بعض في التزيين. بتنزل معاكي بكل بساطة. هنشوف بقى مع بعض الكمية دي كلها طلعت من الكيلو وربع دقيق، ما شاء الله كمية محترمة جدا. هتملى معاكي علبة كبيرة من البيتيفور المتشكل والمتزين، هيكفيكي فعلا وزيادة طول أيام العيد. ده غير كمان انك هتقدري تقدميه لضيوفك وانتي مبسوطة جدا ان ده من انتاج ايديكي. انا كده جهزت كمان الحاجات اللي هشكل بيها. انا حضرت الفستق الكذاب اللي احنا عملناه قبل كده، وهحط لكم اللينك بتاعه في حرف الاي فوق. وحضرت معايا سوداني وحضرت معايا بشر. ما جبتش حاجة غالية ولا جبت حاجة فوق طاقتي ولا فوق امكانياتي. كل انت بقى لو عايزة تجيبي فستق او عايزة تجيبي بندق او عايزة تجيبي لوز، كل ده تحمصيه وتطحنيه مجروش وتستعمليه. طبعا متاح كله حسب امكانياته. مش عايزين نجبر حد ان هو يزين بطريقة معينة. انا بزين بطريقتي وبالحاجات المتاحة عندي. هنجيب بقى البيتيفور واحدة واحدة كده. هنحط بالمعلقة جوه البيتيفور ونلزق واحدة فوق التانية، وهننزل بطرفها كده في الشوكولاتة سواء شوكولاتة بيضة أو شوكولاتة بني. أنا في الأول كده ما قلتلكمش، جهزت الشوكولاتة وحضرتها وسيحتها على حمام مائي، وضفت عليها معلقتين زيت كبار عشان يسيح الشوكولاتة شوية ويخفها معايا حبة وتبقى سهلة في التشكيل. زي ما احنا شايفين كده انا جبت القلب وعملت نصه باللون البني، عشان هجيب اجزاء تانية او قلوب تانية واعملها نص ابيض. هيبقى معايا في التقديم حلو جدا لما اعمل نص ابيض ونص بني بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. طبعا ونكون محضرين قبل منها يا بنات كيس نايلون كده جنب مني على طبق كبير. كل ما اعمل كمية ادخلها التلاجة الشوكولاتة تشد شوية معانا، واكون محضرة طبق تاني جنبي وبرضه فوقيه كيس نايلون، بحيث ان الطبق اللي دخله التلاجة يكون فيه طبق احتياطي جنبي اكمل فيه كمية التانية. موقفش اتعطل يعني لغاية ما اللي في الطبق ما الطبق اللي في التلاجة يخرج. لا، يكون معايا طبقين وعليهم كيس نايلون، ادخل طبق واخرج الطبق التاني. متخيلين يا بنات قد ايه التزيين ده ممتع جدا فعلا، كأنك بترسمي لوحة فنية او بتشكلي في لوحة فنية بتطلع معاكي باشكال جميلة جدا. ده غير بقى في النهاية خالص لما بتخلصي الكمية كلها بتفرحي جدا بنفسك وبالإنتاج وبالنتيجة اللي انت مطلعاها. بتبقى لوحة فنية مبدعة، وتسلم ايدين كل واحدة اجتهدت وتعلمت انها ازاي تسعد اولادها وتوفر لبيتها مصروف كتير جدا. احنا في التزيين ده ما استخدمناش اي حاجة من بره، كله عندك كان موجود في رمضان. جوز الهند والسوداني والفستق الكذاب. جبنا بس الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة البني. يعني كل حاجة استخدمتيها من البيت وما استعملتيش اي حاجة او كلفتي نفسك اي حاجة من بره. وهتطلعي في الاخر بيتيفور كأنك جايباه زي الجاهز واحلى، وهتشكلي منه وهتجهزي منه. كل حاجة هتعجب اولادك. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وأتمنى تكونوا استمتعتم معايا بوقت الفيديو. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير للفيديو، وتعليقكم الجميل الرقيق المحفز اللي بيخلينا نجيب لكم كل جميل هنا في القناة. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.